ازيكم؟ عايزه اتكلم معاكم شويه عن الفيلر الخيطي. انواع الفيلر كتير قوي، منها الفيلر العلاجي ومنها الفيلر الخيطي ومنها الفيلر للنضاره ومنها فيلر للشد. الفيلر دلوقتي تطور جدا وبقت نتائجه فعلا يا اما بتطلعك لسابع سما يا اما بتنزلك لتحت الارض. حسب ايه اللي بيتحكم في ان حقنه الفيلر تبقى حلوه قوي او انها تبقى نص نص. كذا عامل. اول حاجه، انت محتاجه ايه؟ هل انت محتاجه الفيلر الخيطي ولا انت محتاجه الفيلر العلاجي ولا انت مش محتاجه فيلر ومحتاجه بس ابره نضاره؟ كل ده بيفرق في جوده الحقنه وتطلع في الاخر شكلها ايه. لو واحده مثلا محتاجه حقنه فيلر علاجي، يعني ايه فيلر علاجي اصلا؟ يعني فيلرايه تدخل الوش، بتتحقن، تديله ترد شويه، مش هنقول انها بتنفخ، هي مش بتنفخ، هي بس بترد صحه الوش شويه، وبعدين مفعولها بيروح وبيفضل مفعول العلاج بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو مفعول النضاره، تنشيط الكولاجين بتاعها. الحقن العلاجيه دي بتنشط الكولاجين الطبيعي بتاع الوش بصوره عاليه قوي، وبالتالي شكلها بيكون ناعم جدا في البشره، بتحسيها كانها هي انسيابيتها لوحدها، كان ده وشك الطبيعي، ما عملتيش اي اجراء ولا حقنتي اي حاجه. جت مفعول الملو بتاعها بيروح في خلال مثلا سنه او اكتر او اقل بحاجه بسيطه، هتلاقي مفعول العلاجي لسه مستمر. يعني ايه؟ يعني الكولاجين بتاعك لسه متنشط وشكل وشك منور، نفس التنويره اللي كانت الحقنه وهي شغاله في وشك موجوده. ده مفعول الفيلر العلاجي. اما الفيلر الخيطي، الفيلر الخيطي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فيلر بيدي مفعول الشد، ما بيديش نفخ نهائي للبشره او للوش، بيدي بس مفعول الشد مع مفعول النضاره. ده عباره عن حقنه فيلر بتتحقن في 7 نقط موجودين في الوش، في 7 نقط موجودين في وشنا، اذا اتحقنت فيهم حقنه الفيلر بالمقدار المظبوط بيترفع الوش وبيتشد تماما، وبيبقى كمان شكله طبيعي جدا، بتبقي مش مصدقه النتيجه. انا بيجيلي ناس كتير قوي في العياده يقولوا يا دكتور معقوله النتيجه دي من حقنه الفيلر دي؟ ايوه، النتيجه دي من حقنه الفيلر دي، بس الفكره انك تكوني محتاجه حقنه الفيلر دي انها تتحقن لك مظبوط وبالجرعات المظبوطه، مش زياده عن اللي انت محتاجاه ومش اقل. ساعتها بتلاقي النتيجه اللي انت عايزاها. طب هي الحقنه بتشتغل في وقت قد ايه؟ حقنه الفيلر الخيطي تحديدا بتشتغل في خلال شهر. يعني ايه؟ يعني حقنتيها النهارده مفيش مفعول؟ لا، في مفعول، بيبان مفعول، بس بيبان مفعول بسيط، بيفضل التحسن ده يزيد معاكي، يزيد تدريجيا لغايه بعد شهر تلاقي افضل نتيجه، تلاقي وشك اترفع وكانه ما كانش اصلا فيه كرمشه ولا حاجه. ده غير كده كمان ان الفيلرايه الخيطي بيبقى معاها تنشيط عالي جدا جدا للكولاجين الطبيعي بتاعك. يعني بعد ما الشده دي بتقل شويه او بتروح شويه، بيفضل الوش مرفوع وحلو. ليه؟ علشان مفعول تنشيط الكولاجين والنضاره اللي بتعملها الحقنه.